إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أحبتي في الله، إن الله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يفاضل بين خلقه بعضا ببعض. الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعا، ثم فضل السابعة فجعل فيها البيت المعمور سبحانه وتعالى، ثم خلق الأرض سبعا، ثم جعل أفضلها التي يعيش عليها بني آدم، ثم خلق الخلق وفضلهم بعضهم على بعض فجعل الأنبياء هم أفضل خلق الله، ثم فضل الأنبياء بعضهم على بعض فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. كذلك فضل الله تبارك وتعالى بعض الأيام على بعض، وممن فضل الله تبارك وتعالى من الأيام هذه الأيام العشر التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم هذه الأيام المباركة. هذه الأيام أيها الأحبة الله تبارك وتعالى أقسم بها، وإذا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء فيدل على تعظيم هذا الشيء. الله تبارك وتعالى قال: والفجر وليال عشر. قال أهل العلم أن المراد بهذه الليال هي العشر الأوائل من ذي الحجة، فهذه أفضل الأيام، وعلى العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى قبل أن يأتي إلى هذه الأيام. عليه أن يقوم بعمل أشياء، أولها التوبة إلى الله عز وجل. إياك أيها العبد، ثم إياك أن يأتي عليك هذه الأيام بهذه الذنوب والمعاصي والآثام. كلنا ذوي خطأ، وكلنا أصحاب ذنوب وآثام ومعاصي، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الذين يتوبون إلى الله عز وجل، الذين يستغفرون من ذنوبهم. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تزكية النفس أيها المسلمون، قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. تزكية النفس معناها تطهيرها وبناؤها. لابد أن تطهر نفسك أولا. العلماء يقولون: التخلية قبل التحلية. قبل أن تأتي عليك هذه العشر فتقوم بالعبادات التي فرضها الله عليك وأمرك الله بها، قبلها لابد أن تتخلى عن العوائق بينك وبين قبول الأعمال، من أعظمها الذنوب والمعاصي والآثام. كيف يتخلى العبد عن هذه الذنوب؟ بالتوبة إلى الله، والرجوع إلى الله، والاستغفار من الذنوب والآثام. قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وطرقكم ومجالسكم. لماذا؟ قال: لأن العبد لا يدري متى يقبل الله تبارك وتعالى الاستغفار من العبد. العبد لا يدري متى يتوب الله عليه، العبد لا يدري متى يغفر الله له.
بأي عمل يغفر الله لك، بأي قول يغفر الله لك. فينبغي عليك أيها العبد من الآن إلى أن يأتيك العشر الأوائل من ذي الحجة أن يعني تكثر من الاستغفار، تكثر من التوبة إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون ثم تستغفرون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله عز وجل، وكان من العباد الزهاد، قال: خلي لي يوما الطواف. تخيل رجل يعني يخلى بينه وبين الكعبة المشرفة، لم يكن في الطواف غيره وحده. فماذا قال؟ قال: الآن أدعو الله بدعوة لم يدعو بها أحدا من خلقه. فرفع يده إلى الله عز وجل وقال: يا رب إني أدعوك في هذه اللحظات ألا تجعلني أعصيك أبدا. تخيل هذا الرجل الذي يريد يعني أن تكون نفسه صافية خالية من الذنوب والمعاصي، فدعا الله أن يرزقه الله تبارك وتعالى بهذه الأمنية وهذا الدعاء العظيم ألا يعصي الله أبدا. فماذا قال؟ قال: سمعت هاتفا يقول لي: يا إبراهيم، لقد دعوتنا بدعوة كل عبادي يدعونني بها. يا إبراهيم، إن جعلتك لا تعصيني فعلى من أغفر وعلى من أتوب. كيف يعبد العبد ربه باسم الغفار؟ كيف يعبد العبد ربه باسم التواب إن كان هناك أحد لا يعصي الله تبارك وتعالى؟ فالعصمة من الوقوع في الخطأ دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذه الآية لابد على كل يعني داعي إلى الله عز وجل أن يذكر بها الناس في كل جمعة، لأن الناس يعني يأتيهم الشيطان، يوسوس إليهم الشيطان، ونفسهم الأمارة بالسوء تأخذهم في يعني ظلمات الوقوع في الذنوب والمعاصي والآثام. كيف يخرج العبد من هذا المأزق؟ بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فهذا أول ما ينبغي أن يستقبل بها العبد هذه الأيام العظيمة، أن تستغفر ربك سبحانه وتعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله عز وجل يغفر الذنوب يا جماعة. الله تبارك وتعالى يعني يغفر أكبر الكبائر وأعظم الذنوب والآثام، وهو الشرك بالله عز وجل. تخيل لو أن رجل أشرك مع الله سبحانه وتعالى ولكنه تاب إلى الله ورجع إلى الله وندم على ما فعل، تاب الله عليه وغفر الله له هذا الإثم العظيم. يبقى ينبغي على العبد أن يبدأ بالتوبة والاستغفار حتى يتطهر من هذه الذنوب والآثام، ثم بعد ذلك ينظر العبد إلى هذا القلب، لأن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. بالله عليك، كيف ينظر الله إلى قلب عبد قد ملئ بالحقد والغل والحسد على إخوانه من المسلمين؟ بالله عليك، كيف ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلب ملئ بالظلم والبغي والطغيان، قلب ملئ يعني إكراه دين الله تبارك وتعالى، يكره المؤمنين، يكره دين الله تبارك وتعالى. كيف ينظر الله تبارك وتعالى لقلب يستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويسأل غير الله ويدعو غير الله ويحب غير الله المحبة الخاصة التي لا تكون إلا لله؟ فينبغي عليك أيها المسلم أن تنقي هذا القلب من أمراضه، حتى إذا دخلت إلى هذه الأيام الله تبارك وتعالى يرفعك في أعلى عليين، ويقبلك الله تبارك وتعالى من عباده الصالحين المؤمنين. الأيام العشر أيها الأحبة،
قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى أكرم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أمة الله تبارك وتعالى جعل لها مواسم خير هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولحب الله لرسول الله أكرم أمة رسول الله بهذه النفحات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن يصيب أحدكم منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. بالله عليك أيها المسلم، لو أنك تقربت إلى الله في هذه الأيام بالأعمال الصالحة، عبدت الله تبارك وتعالى في هذه الأيام العبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى، ثم قبضك الله على هذه الأعمال الصالحة، والله وتالله لقد فزت فوزا عظيما. لماذا؟ لأنه من مات على شيء بعث عليه. إذا مات العبد على عبادة الله بعثه الله تبارك وتعالى يوم القيامة عابدا لله تبارك وتعالى وفي صفوف العبيد لله تبارك وتعالى. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أيها الأحبة. تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بالعبادات. كيف يعبد العبد ربه في هذه الأيام؟ ما هي الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله في هذه الأيام؟ أعظم شيء وأحب شيء إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يرضى عن العبد الذي يأتي بهذه العبادة، ألا وهي توحيد الله عز وجل. أن تكون من الموحدين الذين يحققوا التوحيد. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل أمرنا بالتوحيد، بل إن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليوحدوه سبحانه وتعالى، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم: أي يوحدون الله عز وجل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أفضل عمل يلقى به العبد ربه سبحانه وتعالى أن يلقاه موحدا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلق الله السماء وخلق الله الأرض وسخر الله للإنسان كل شيء وخلق الجنة والنار من أجل توحيد الله تبارك وتعالى. فمن وحد الله وحقق توحيد الله أكرمه الله تبارك وتعالى بالجنة. وأما من عصى الله بالشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول عمل ينبغي أن تحافظ عليه أيها المسلم في هذه الأيام أن تحقق توحيد الله، أن تحقق معنى لا إله إلا الله. كلمة الحق لا إله إلا الله ليست كلمة تقال بالألسنة فقط أيها المسلمون، وإنما هي واقع يعاش، توحيد يحقق، عبادة يمتثل بها العبد. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه أول عبادة لابد أن تفتش في أعمالك وفي أقوالك وفيما تفعله في يومك وليلك، هل فيه شرك بالله أم هو توحيد خالص لله تبارك وتعالى؟ لأن الرياء شرك. إذا عملت عمل تبتغي به وجه الناس والثناء، وأن يذكرك الناس بكلام حسن، قد أشركت مع الله تبارك وتعالى، وبسبب الرياء يحبط الله تبارك وتعالى لك العمل. قال الله عز وجل، الله عز وجل يخاطب من؟ حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معي غيري تركته وشركه. أي عمل تعمل أيها المسلم لله وقد أشركت مع الله غيره ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى لا يقبل منك العمل. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أريد أن أجاهد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله والثناء. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا عايز أخرج أجاهد في سبيل الله، أبتغي بهذا الجهاد وجه الله ومعه الثناء. وهذا نقوله لمن أراد أن يخرج لحج بيت الله الحرام: اتق الله في نفسك ولا تبطل العمل بالرياء. قبل أن يخرج إلى السفر تجده يأتي بالرسومات على جدار بيته، ويرسم الطيارة ويرسم السفينة، وحج مبرور وذنب مغفور. من قال لك؟ من ذا الذي يتألى على الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى لا يتألى عليه أحد، لأنه من تألى على الله أحبط الله عمله. لما مات الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت المرأة تثني عليه خيرا وتخبر أنه من الصالحين وأنه مغفور له. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أخبرك بهذا؟ وأنا أتقاكم إلى الله وأخشاكم إليه، لا أعلم ماذا يفعل بي غدا، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لا يأمن المؤمن مكر الله عز وجل. كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أأمن مكر الله ولو إحدى قدمي في الجنة، وأما نحن فقد أمنا ربنا سبحانه وتعالى. العبد لو أخرج 5 جنيه للفقراء ظن أنه من أولياء الله الصالحين، لو أنه أعطى فقيرا أو أرملة ملابس قديمة عنده ظن أنه بهذا العمل أصبح من أعبد الناس لله. من قال لك أيها المسلم؟ العبد لا يمن على الله تبارك وتعالى بأعماله. فمن أعظم الأعمال أيها الأحبة في هذه الأيام توحيد الله عز وجل. كذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحافظ عليها العبد في هذه الأيام الحفاظ على الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة يا عبد الله صلة بينك وبين الله. الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. بالله عليك، لو أنك تحب أباك فقام قبل موته فوصاك بوصية، هل تخذل أباك في وصيته أم تحافظ على وصيته لأنك تحبه؟
فكيف إذا كانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالمحافظة على الصلاة نور لك في حياتك، نور لك عند موتك، نور لك في قبرك، وبرهان لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، ونجاة لك يوم القيامة. وأما من لم يحافظ عليها وضيع الصلاة فإنها ليست له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. الصلاة عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهنا أيها المسلمون يعني مما يدل على عظم هذه الفريضة أن الله عز وجل لم يفرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما فرضها الله تبارك وتعالى في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. عندها قد لقي الحبيب حبيبه في مكان لم يطأه أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضت عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خففت فأصبحت 50 في الأجر و5 في العمل. فينبغي عليك أيها المسلم أن تحافظ على الصلاة لأنها هي أفضل الأعمال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. أن تحافظ على الصلاة أيها المسلم. هناك أعمال كثيرة أيها المسلمون ينبغي على العبد أن يحافظ عليها في هذه الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه ومن فوق عرشه أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأعمال أيها المسلمون التي ينبغي على العبد أن يحافظ عليها في هذه الأيام الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. تخيل هذه النار، الله عز وجل يباعد بينك وبين النار 70 عام بسبب صيام يوم واحد في سبيل الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قال: الصيام لا مثل له، الصيام لا عدل له. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معلش يا عم الشيخ، أصل العلماء بيقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صامش 10 أيام. أصل العلماء اختلفوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صامش. أنت تصومها لأن هذه عبادة، وهذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال الصالحة الصيام. هل هناك اعتراض على أن الصيام من الأعمال الصالحة؟ ده من أعظم الأعمال الصالحة الصيام إلى الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوم ويفطر يوم. ومن عظم هذه العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل بالصيام الليل بالنهار صلى الله عليه وسلم. فمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام بنية أنك تتعبد إلى الله بعمل صالح، وهو الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية من الوقوع في الذنوب والآثام، وقاية للنفس. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية من الوقوع فيما يحذر منه ربنا سبحانه وتعالى. فمن الأعمال الصالحة أيها المسلمون الصيام، كذلك من الأعمال الصالحة الصدقة وإخراج المال على الفقراء والمساكين. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأعظم الصدقة أيها المسلمون على الأقارب. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام كثيرة أيها المسلمون. الصدقة كذلك من الأعمال الصالحة التي فرط فيها كثير من الناس في هذه الأيام. صلة الأرحام، صلة الأرحام أيها المسلمون. بالله عليك تخيل أن الله سبحانه وتعالى يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه. لما تعلقت الرحم في العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك، فقال الله عز وجل للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. إذا وصلت وصلك الله، وإذا قطعت قطعك الله عز وجل. ومن أعظم الوصل بر الوالدين. بر الوالدين أيها المسلمون، فالأب هو أوسط الجنة، والجنة تحت قدم أمك. قال صلى الله عليه وسلم للشاب الذي أراد أن يخرج ليجاهد في سبيل الله: ألك والدان؟ قال له: بلى. قال: فتحت قدم أمك فثم الجنة. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحسن الناس بصحبتي؟ فقال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. صلة الأرحام وبر الوالدين، فإن الله عز وجل لا يقبل من عبد عملا إذا كان قاطعا لرحمه، إذا كان عاقا لوالديه. قال أهل العلم: يرجى للعاصي البار لوالديه، ويخشى على العابد القاطع لوالديه، العاق لوالديه. بمعنى أن العبد العاص يرجى له مغفرة ذنوبه بسبب بره لوالديه، والرجل العابد لله تبارك وتعالى المحافظ على عبادة الله تبارك وتعالى يخشى عليه أن تحبط أعماله ولا تقبل بين يدي الله عز وجل بسبب قطيعته لرحمه، وسبب أن يكون عاقا لوالديه. فالأمر عظيم. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الأيام أيها المسلمون عليكم أن تروا ربكم سبحانه وتعالى كيف يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام يباهي بعباده الملائكة. تخيل الله عز وجل ينزل في هذه الأيام نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فينظر إلى عباده الصالحين وعباده القائمين على عبادة رب العالمين، فيباهي بهم الملائكة: انظروا إلى عبادي تركوا المعاصي والذنوب والآثام، تركوا الدنيا بملذاتها وشهواتها، وأتوا إلي عابدين قانتين مستغفرين لرب العالمين. أكثروا أيها المسلمون في هذه الأيام من ذكر الله عز وجل، فأفضل الأعمال هي ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا في هذه الأيام من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه كانوا يخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام فيكبرون الله عز وجل حتى ترتج المدينة بتكبيرهم لله عز وجل. لا تخجل يا عبد الله بأن يعلو صوتك بقول الله أكبر، فإن أصحاب الذنوب والآثام تعلو أصواتهم في الطرقات بالغناء والخنا وما يرضي الشيطان الرجيم. فكيف بعبد يذكر ربه سبحانه وتعالى، يكبر الله عز وجل، يهلل ربه سبحانه وتعالى. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أسأل الله في عليائه ومن فوق عرشه أن يبلغني وإياكم هذه الأيام المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولنسائنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا قدير وحد صفوف المسلمين على التقوى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأدر الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. انصر المسلمين وأعز الإسلام وأعل بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.